حياكم الله جميعا ومساء الخير ومبارك لنا جميعا. أول شيء هذا أول يوم الحمد لله مسلم عليكم وسوريا بدون عقوبات الحمد لله رب العالمين. الله يبارك. يعني خلال عام واحد بهمة الشعب السوري وبهمة جميع يعني فرسان الحكومة السورية وبهمة فخامة الرئيس أحمد الشرع، خلال عام واحد الشعب السوري فعلا أذهل العالم كله الحمد لله رب العالمين. بالتأكيد اليوم نحن وجودنا هون هو مو بس مسألة تبرع وكذا، هو أيضا يعني أول شيء حضور احترام لحلب، حلب اللي صمدت وحلب اللي هي كانت الرافعة الحقيقية للسوريين. فعندما يعني التحقت حلب بالثورة السورية وبادرت يعني انتصرت الثورة السورية حينها في بداية 2011 و2012 انتصار يعني ساحق جدا يعني. وعندما دخل النظام البائد إلى حلب في عام 2016 وفي مثل هذه الأيام ربما كسرنا وأيضا دخل الحزن إلى قلوبنا. وعندما تحررت حلب قبل عام من اليوم يعني أعطتنا دفعة معنوية، وهذه الدفعة المعنوية أوصلت المجاهدين والثوار إلى دمشق. واليوم بعد عام الحمد لله رب العالمين يعني نحن اليوم موجودين في حلب ونسأل الله أن يديم الأفراح وهذه الفرحة وهذه الوجوه وهذه الألفة التي نراها الحمد لله وهذا البذل الذي نراه اليوم. فاليوم الحمد لله الشعب السوري ليسوا متفرجين، هم مشاركين في إعادة البناء. فبالتأكيد يعني حلب هم أهل البذل وأهل الكرم وأهل العطاء. فاليوم نتمنى أن يعني حملة حلب تجمع ما جمعته المحافظات السورية يعني بشكل كامل، ويعني تكسح الجميع لازم. وأيضا يعني نشكر السيد المحافظ والفريق الموجودين معه على تمثيل حلب خلال العام الماضي، وإن شاء الله تعود صنع في سوريا من حلب قريبا في الخارج. هذه العبارة التي فقدناها ل14 سنة وكان هناك قيود، اليوم سوريا بدون قيود، والعالم أيضا اليوم مشتاق للمنتجات السورية وأيضا مشتاق للمعامل السورية التي ستصدر إن شاء الله. وحلب هي أهم ركيزة في سوريا بالجانب الاقتصادي، وربما نعتبرها يعني حلب جزء أساسي في الدبلوماسية التجارية. وأيضا يعني حلب هي عاصمة الثقافة في العربية، وهي العاصمة الاقتصادية لسوريا، وهي يعني حلب كما كان عنوان الحملة هي ست الكل فعلا حقيقة، وهي أم الكل. فاليوم يعني حابين نري أهل حلب ونري حلب نفسها التي تعبت يعني